الخير يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عن روتين شعري. الحمد لله اهو بصوره. انا عارفه ان بنات كتير قوي 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 طلبت مني الروتين بتاع شعري، وقلت بدل انا اتاخرت عليه شويه يعني، لاني كنت عايزه ان انا اعمله لكم عملي بدل ما اطلع اتكلم عن المنتجات وكده اللي انا كنت ماشيه عليها الفتره اللي فاتت. فقلت لا، ان احنا ايه، نقضي يوم كده، اليوم اللي انا بهتم فيه جدا جدا يعني بشعري. قلت ان احنا ايه، نعمله سوا على الكاميرا. بس وقبل ما نبتدي الفيديو، اتاكدي ان انت مشتركه هنا عندي في القناه، وان انت فعاله علامه الجرس اللي جنب كلمه اشتراك او سبسكرايب عشان يجيلك الفيديو بتاعي اول ما انزله. واهم حاجه، هزعل جدا لو نزلت الفيديو ده ومحدش شافه، لان انتوا كنتوا طالبينه كتير كتير كتير. فبليز شوفوا وكملوا الفيديو للاخر عشان ان شاء الله بجد هتستفادوا يعني منه. بس كده، فيلا نكمل الفيديو. مستعدين؟ تمام. اول حاجه بس ايه، عايزه اوريكم حاله شعري. اولا انا بحب البيجامه دي، دايما بحبها يعني وبلبسها، بس دايما لما بتكون عندي حاجات بهدله وكده بحب البسها ان هي بتنضف بسهوله عن اي حاجه بتكون قطن او كده. طبعا زي ما انتم شايفين، دي الحاله اللي فيها شعري دلوقتي. تمام. هو كده كان مغسول من 3 ايام بالظبط، فاهميني؟ فهو بيوصل للحاله اللي انتوا شايفينها دي. اول حاجه هنبتدي بيها خالص ان انا عادي هسرح شعري، وبستخدم مشط واسع كده. تمام. بس بيكون جامد شويه، بلاش اللي هما بيكونوا طري قوي عشان ده بيقطع الشعر اكتر. تمام. وانا لما بسرح شعري كده يعني بعمل كده بالظبط. ثانيه. هو في حالة مأساوية زي ما انتوا شايفين كده. عندي برد تاني مرة برد في نفس الشهر. يلا الحمد لله. عارفين بقى، لو محدش شاف الفيديو ولا اتفرج على الفيديو ده هزعل منكم قد ايه، عشان بجد انتوا طلبتوه كتير قوي. اتفرجوا على الفيديو، اتفرجوا. تمام. اول منتج بستخدمه هو ده من اوليف او اوليف. ده كده زي بيكون مكتوب عليه هير فود، بيكون فيه زبدة الشيا وزبدة الكاكاو. تمام. ده طبيعي 100%. مكتوب عليه هاني واكس. تمام. ريحته جميلة قوي. بصوا الكمية اللي انا مستخدماها من جوه. بس بحط معاه ايه، نقطتين كده من زيت الجوجوبا. تمام. انا حطاها في علبة لوريل زيت الجوجوبا. تمام. وهاخد كده منه على ايديا، وبقوم حطه كده كويس جدا في الشعر. حاجه بقى في الحاجات دي ان هي طبيعيه، فالحمد لله بقدر ان انا يعني اقربها كويس قوي من فروه. اخر حبه كده بحطهم من هنا كويس. تمسكي شعرك كده وتحطي من هنا من ورا. بعد كده بقى ممكن ان انتي تلمي شعرك شويه وتلبسي اللي هو الشاور كاب ده. وبعد كده انا شغلته بعد كده، وانا ما بلبسوش بصراحه، بس بجيب السشوار كده واحاول ان هو ما تكونش حراره جامده قوي، بس بحيث ان يعني تخلوه على حراره دافيه مش ساقعه، عشان المسامات بتاعه شعري تفتح وتشرب المنتج يعني على قد ما هي تقدر. فهمتوني؟ مش عارفه ليه عماله تهته كده. ونسيبه مثلا ايه، حوالي ربع ساعه تلت ساعه مش اكتر يعني، فاهميني؟ بس كده. تاني منتج هستخدمه برضو من نفس البراند، بس ده ماسك للشعر، ماسك بالاعشاب. تمام. كل اللي مكتوب عليه ان هو مصنوع من الروزماري والزيوت الطبيعيه والاعشاب. تمام. اوكي. طريقة استعماله بيكون ليه طريقتين، اللي هي قبل الشاور او اثناء ما شعرك مبلول في الشاور. تمام. انا جربت الطريقتين، بس انا شعري مرتاح عليه قبل الشاور، والشعر ايه، ناشف. تمام. فهو ده انا هستخدمه برضو كده بنفس الطريقة. ودي برضو الكمية اللي انا ايه جوه مستخدماها.
ووزعيه بقى حلو قوي. وعادي ان ده يجي كمان على شعرك من قدام، لانه طبيعي ما تخافيش، مش هيسبب لك قشره ولا اي حاجه. ما سببليش قشره زياده على اللي عندي يعني. لما منتج بيسبب لي قشره على طول بقفشه، يعني خربانه عندي. تمام. اصلا الفتره دي كل حاجه خربانه. عارفين كده لما تكون في فتره كده في حياتكم اللي هو تبقوا عايزين تقولوا ليه يا رب؟ والله هي الفتره اللي انا فيها دي دلوقتي. بس طبعا الحمد لله على كل حاجه. بس هي كده بتيجي كده فتره كل حاجه كده تبوظ يعني، حتى الصحه بتبوظ يعني، استغفر الله العظيم. بس الحمد لله. النهارده كنت هموت. عارفين يعني ايه هموت بمعنى الكلمه؟ مش قادره. عارفين اللي هو مش قادره بجد اقوم من مكاني. كنت عامله كده، فقلت لا. وبنصحكم بكده دايما لما تلاقوا نفسكم في الحال. الكاميرا فصلت. بقول لكم قلت ان انا ما كنتش قادره اقوم يعني وكده، فقلت لا يعني انصحكم ان انتوا لازم تقوموا ساعتها من مكانكم، تعملوا اي حاجه تشجعكم على ان انتوا ما تستسلموش اللي احنا بنكون. قمت حطيت ميك اب وكنت هموت واركب رموش. بصوا استنوا هوريكم حاجه. جبت الشنطه ازاي عشان اموت بس والاقي رمش عاجبني والكلام ده كله. فعلا لقيت رمش وركبته وقمت خلعاه. ما قلت لا مش عايزه اركب رمش خلاص. وده مكتوب ان هو بيتساب من 5 دقايق لربع ساعه. تمام كده. انا كده دخلت خدت شاور اهو، غسلت شعري. عايزه اقول لكم ان كل الخطوات اللي احنا عملناها دي على قد ما هي بتغذي الشعر، بس بتحتاج في الشاور بتاعك ان انت تغسلي شعرك كويس لغايه ما تحسي ان مفيش زي ما انتم شايفين اي تلزيق في شعرك. تمام. عايزه بقى اكلمكم عن المنتجات اللي انا استخدمتها في الشاور وتغطوا الميك اب، لان انا كنت بحاول ان انا ما اجيبش ميه على وشي، بس جت واما طلعت كده قعدت اصور. ده حمام الكريم اللي انا بستخدمه طبعا هو باي بوينت، كلمتكم عنه قبل كده. انا مهما اغير وبعمل باي بوينت انا بحبه جدا. حاولي لو انت ما استخدمتيهوش قبل كده ان انت تجربي الباكت بتاعه الصغير عشان تشوفي شعرك مرتاح ليه ولا لا، لان مش كل الناس شعرها زي بعض. الشامبو اللي انا بستخدمه، انا بستخدم 2 واحد من اوليف ده. تمام. او بيكون ده شكله. كل المكتوب عليه ان هو بالزيوت الطبيعيه والاركان اويل والاعشاب. تمام. وده طبيعي 100%. تمام. هسيب لكم كل الحاجات اللي هي مكتوب عليها ان هو ثانيه كده ان هو فري، هسيبها لكم مكتوبه هنا ان هو يعني مفهوش خالص في الحاجات دي. تمام. وتاني واحد اللي هو ده من هيربال اسنس. تمام. ده شامبو بخلاصه زيت الارجان برضه. تمام. ليه بستخدم 2 شامبو؟ لان انا شعري ما بيجيش ابدا مع الشامبو الطبيعي، شعري ما بيبقاش حلو يعني. جربت قبل كده 100 واحد، بس انا دي حقيقه هو ما بيحبش فاهميني. بس وده برضو لما جربته لوحده ما عجبنيش بصراحه، فالاتنين جربتهم مع بعض عجبوني جدا. وكانت الخطوه دي خلتني استغنى عن البلسم، ودي كانت احلى حاجه في حياتي عملتها ان انا استغنيت عن البلسم بجد. يعني في مشاكل كتير قوي في الشعر بتاعي وقفت اول ما وقفت البلسم. فلو انت بتواجهي مشاكل في شعرك حاولي كده تجربي ان انت توقفي بلسم ومثلا تغسلي شعرك ب2 شامبو او حاجه. فاهميني. انا بستخدم ده الاول لان ده بحس ان هو بيغذي الشعر بطريقه مش طبيعيه يا بنات. ده حسيت ان هو يعني شامبو مغذي، عارفين كده، بيغذي الشعر حلو قوي قوي. فده كل استخدامي ليه. تمام. ده بقى بحسه ان هو بينظف فروه الشعر حلو قوي، زائد اللمعان. هو مش عارفه باين ولا لا، بس بجد بيدي لشعري لمعان. ده لمعانه 100%. اكلمكم برضو عن خطوه مهمه نسيت اقولها لكم، هي البتاعه دي. تمام. دي انا جايباها من الصيدليه. البتاعه دي سيليكون كده ما بتاذيش ابدا الشعر. بستخدمها امتى؟ مع الشامبو. بقعد اعمل شعري كده يا اما حركات كده دائريه بحيث ان هي يعني تعمل مساج كده لفروه الشعر. فدي الحركه دي بتفرق جدا جدا في امتصاص اي حاجه لشعرك، وان انتي تعملي مساج لفروه شعرك ده حاجه حلوه عشان تحفزيه اكتر للنمو. اول ما شفتها اصلا كنت مستخبيها قوي، بس بجد عجبتني جدا يعني. بعد كده في المنتج ده
المنتج ده انا كلمتكم عنه قبل كده، بس رجعت لقيته تاني في الاسواق، فقلت لازم ارجع تاني اكلمكم عنه. كلمتكم عنه في فيديو قديم قوي. تمام، ده ماسك للشعر بالاعشاب الميليسيا، مكتوب للشعر الخفيف والحساس. بصوا، لو انت شعرك خفيف او مش خفيف، حابه ان انت تطوري من شعرك ان هو يتقل، الماسك ده تحفه. بس ده بيتحط على الحته دي بس ما بنجيبهوش هنا. تحفه 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 بجد، مغذي حلو قوي قوي للشعر. قلت برضه اقول لكم عليه. واللي انا بستخدمه جوه بقى في الشاور هو الماسك ده. يعني انا بستخدم ماسك قبل الشاور وماسك جوه في الشاور، اللي هو ده كلمتكم عنه قبل كده من ايفون، بحبه جدا جدا. تقريبا كده هعمل شعري، فهستخدم ده من تريزيمي، كلمتكم عنه قبل كده. لو مش قادرين تتحصلوا عليه هسيب لكم بديل ليه هنا. تمام، بس ده ما اقدرش استغنى عنه. لو هلف كده واموت الكره الارضيه كلها هلف بس اجيبه. تمام، لانه بيفرق في الشعر بطريقه على طول كده. الشعرايه يعني انا نفسي تلمسوه اول كده ما بحطه كده على شعري بيبقى عامل ازاي. ما بعملش شعري حراره. بصوا المنتج ده بستخدمه سواء عملت حراره او ما عملتش حراره، فده اساسي معايا اللي هو المنتج ده. تمام، وده منتج احلى منتج للشعر من براند اوليف كلها. ده احلى منتج، انا بعشق المنتج ده. ده برضو هير فود بالجوجوبا اويل والبلاك سيد، اعتقد اللي هي حبة البركة، والارجان اويل. تمام، ان المنتجات دي ما بتلزقش الشعر، مع اني اول ما شفتها وشفت الخامة بتاعتها ومكتوب عليها، التاني مكتوب عليه ان هو واكس، ده مش مكتوب تقريبا، لا مش مكتوب، بس هما مش واكس كده، هما حاجة كده. بصوا يعني بتدوب كده حلو في الايد. بس كده حلوين. هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يا رب تكونوا استفدتوا منه. فما تنسوش تعملي لايك وشير، تشتركوا هنا عندي في القناه لو انتم مش مشتركين وحبيتوا انكم تشوفوني تاني لو بتشوفوني لاول مره. واهم حاجه تفعلوا علامه الجرس اللي جنب كلمه اشتراك او سبسكرايب عشان يجيلكم الفيديو بتاعي اول ما انزله وتكونوا اول ناس بتشوفوا. وما تنسوش اهم حاجه تعليقاتكم بتبسطني جدا جدا. وهسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي تحت في صندوق الوصف عشان تروحوا تتابعوني هناك. وباي باي لغايه فيديو جديد.